السلام عليكم. اليوم باش تتابعوا معايا قصة سالم حمام، واحد من أشهر الأولياء الصالحين في عاصمة الدخلة منزلة ميم. حتى أواخر القرن ال17 كانت تونس تحت سيطرة المراديين الذين عاثوا فسادا في الأرض، وذلك نتيجة صراعاتهم الداخلية من أجل السلطة والخارجية من أجل النفوذ مع الإمبراطورية العثمانية وديات الجزائر. وكان الشعب التونسي يعيش البؤس والفقر والجهل، وكان يطلع على مستقبل أفضل. في سنة 1705 قاد الحسين بن علي حرب لتوحيد تونس، وهو مجعل تونس تلعب بنوع من السلام والاستقرار، وهو اللي شجع الكثير من رجال الدين من الدول المجاورة على القدوم لتونس، ومنهم سالم حمام اللي يجي رفقة عائلته من المغرب لمنزلة ميم. وقام سنة 1722 ببناء منزله على أعلى هضبة في المدينة اللي تطل على المناطق الزراعية والبحر. سالم حمام كان محل ترحيب كبير من أبناء مدينة منزلة ميم، من المواطنين وأيضا من أعيانها، لأنه كان مشكاة نور للعلم في منطقة عاشت العقود طويلة في ظلمة الجهل. ومع مرور الأيام تحول منزله الكتاب يتعلموا فيه الصغيرات قواعد اللغة العربية وطريقة كتابة وقراءة آيات من القرآن الكريم. وفي المقابل كانت العائلات في منزلة ميم تعطيه ما أمكنها من نقود وبيض ودجاج وخضروات وملابس. سالم حمام كان ليه فضل في إحياء السنن النبوية الشريفة، مثلا في الزواج كانت تجتمع عائلات الزوجين ومعهم ضيوفهم من أبناء المدينة في باحة منزله لعقد القران وإشهاره، وأيضا إقامة الولائم اللي فيها أجر كبير وبركة عظيمة للزوجين. هذا التقارب الاجتماعي ساهم في زواج الكثير من العوانس ممن تجاوز سنهن 20. ورغم مرور 300 سنة ما زال الولي الصالح سالم حمام يحظى بمحبة واحترام كبير بين أبناء عاصمة الدخلة منزلة ميم.